النهارده بقى هنعمل حاجة حلوة من التمر ومع الشوكولاتة هتطلع آخر جمال وبالشكل الشيك هتنفع معاكي في العزومات، زائد إن القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا وممتازة. أول حاجة جبنا كيلو من العجوة، هننزل ب200 جرام من السمسم المتحمص، هنعجنهم مع بعض شوية وبعد كده هننزل سوداني مجروش زي ما حضرتك شايف كده، متكسر ناعم خالص. وبعد كده هنعجنه مع العجوة اللي معانا، وبقى ديّة كل الكمية اللي معانا، هنحط إيدينا في شوية مَيّة وبعد كده هناخد حتّة من العجوة وهنعملها كِوَر بالشكل هنعمل بقى كل كمية العجوة اللي معانا، وبعد كده بقى يا صديقي هنجيب شوكولاتة مسيّحينها في الميكروويف أو مسيّحينها بأي طريقة، ممكن برضك تعملها في حمام مَيّة، وهننزل بقى بكِوَر العجوة اللي معانا ديّة يمين في شمال زي ما أنت شايف كده، هنخلّص كل الكمية اللي معانا هننزّلها في العجوة. بعد كده بقى شوية هنرُش عليهم جوز هند، شوية هنرُش عليهم فستق مجروش، كده شوية دلع زي ما انت شايف علشان تبقى بالشكل الجميل اللي هيظهر معانا في الآخر. بعد كده بقى يا صديقي هنرش عليهم شوية شوكولاتة بيضة، برضك هتبقى آخر جمال والولاد هيحبوها جدا. هنجيبه بقى معانا الورق بتاع الكب كيك وهتبقى معانا في الآخر بالشكل التحفة عايز أقولك القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا وهتعجب الأولاد آخر جمال. لو عجبك الفيديو اعملها لايك، أشوفكم الفيديو اللي جاي.